السلام عليكم. شوف جيسوس غاضب من الجمهور النصراوي، بعض الجمهور النصراوي يركل الكرة تجاههم ويطير الحذاء. رونالدو هنا يهدئ الأوضاع. ماذا يحدث في البيت النصراوي؟ طبعا العمري، موضوع العمري واعتذار العمري اعتذر في منصة اكس ويقول: جماهير النصر العالمي الغالية، طبعا أنا أحترم عقد النادي ولاعب محترف، ومن الطبيعي أن يمر أي إنسان بظروف عائلية، والنادي على علم بما مرت به. كلما ارتديت هذا الشعار أقدم كل ما أملك داخل الملعب، وأنا واثق أن القادم أجمل بإذن الله. يعني اعتذر في الملعب عبد الإله العمري، ما رضي بعض الجمهور، واعتذر في منصة إكس برضو بعض الجمهور عاتب وأطلق صافرات استهجان أثناء استلام عبد الإله العمري الكرة. يعني أكثر من صافرة استهجان، مما دفع جيسوس أنه يعصب على بعض الجمهور لدرجة أنه الحذاء طار من رجل جيسوس. الله يكرمكم. طبعا الجماهير عتبانين على عبد الاله العمري، يعني كيف يفضل نادي الاتحاد على نادي النصر وهو ابن هذا النادي، وهو من يعني ظهر في هذا النادي والنادي قدمه المنتخب. الجمهور زعلانين مره من اسمه هذا عبد الاله العمري. رايكم في هذا الموضوع؟ يعني الرجل اعتذر في الملعب واعتذر لكم في المنصه، يعني خلاص ادعموه، خصوصا انه هو ثالث مدافع من حيث الأهمية بالنسبة لقلوب الدفاع. يعني عندكم آسيا، وعندكم كأس الملك، وعندكم الدوري، يعني والفريق يسير في مسار ما شاء الله تصاعدي من فوز لفوز وبنتائج مبهرة. صح الفرق يعني لسه ما اختبرت يعني أمام فريق قوي. الجولة الجاية أمام الاتحاد، يعني توقعاتكم يا ريت في التعليقات اللي اسمعني، إيش تتوقع نتيجة الاتحاد والنصر الجولة الرابعة القادمة؟ ولا تنسوا دعم القناة والاشتراك، ونقول لكم مع السلامة.